السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمد فيصل، والنهاردة هنتكلم عن مفهوم أساسي جدا في C++، وهي المصفوفة أو الأري. هنتكلم يعني إيه أري، وإزاي تكتبها، وإزاي نوصل لكل عنصر، وكمان هنشوف أمثلة عملية بسيطة. ويلا ركز معايا عشان الفيديو ده مهم جدا ليك. أول حاجة لازم نعرفها السنتكس بتاع أري. ماشي، أول حاجة أنت بتكتب التايب. يعني ايه نوع الاري؟ نوع الاري بيختلف، مثلا وليكن int float او char حتى. طيب ده التايب. بعد ما يجي التايب هيجي الاري name، اسم الاري بتاعك. اسم الاري تسميه بالاسم كما تشاء، بس بناء عن الحاجة اللي انت هتخزن فيها فبتسمي اسم معبر للاري. طيب بعد كده تيجي حتة السايز، ما بين سكوير براكت تكتب ايه؟ تحدد السايز، وبعدها السيميكون. طيب كده عرفنا السنتكس بتاع الاري. حد من كده ممكن يقول لي ايه طيب تعريف الاري؟ هقول له يا سيدي ان تعريف الاري بكل بساطة هي نوع من انواع الداتا ستراكشر بيخزن فيها او بخزن فيها مجموعة من القيم من نوع واحد. زي ايه؟ مثال مثلا عملت تغير من نوع انت، سميته ايه؟ نم. تمام، نم واحد، وهاجي اعمل كده كوما نم اتنين، واجي اعمل كوما كمان اعمل نم تلاتة. حد لاحظ حاجة؟ حد لاحظ حاجة؟ التكرار. انا كررت variables او متغيرات كتير. طيب ما انا اعمل array شايل فيه قيم كتير او متغيرات كتير ومن نفس نوع الداتا تايب اللي هو int. طيب تعالوا كده نعملها. هنسميه مثلا num ونديله سايز مثلا 5. تمام. نيجي كده نمسح ده، لان احنا كده ايه مش هنكرر، احنا عايزين نعمل كلين كود، مش كل شويه هنكرر. طيب دلوقتي انا عملت declaration للarray. هل فيها عناصر؟ لا. طيب ازاي نأكسس على العناصر دي؟ ازاي اخزن بقى في الاري عناصر، سواء كانت ارقام، درجات، ايا كان يكن الاري اللي انت عامله علشانه؟ فباجي بعد السايز بدوس ايكوال واعمل ايه؟ كيرلي براكت، وبعدها بحدد العناصر اللي انا بناء عن السايز هديها هنا قيم، زي 1 2 3 4 5. طيب جميل جدا. انا بقى راجل مفتري ومش هخليك تاكسس بالطريقه دي. ازاي نوصل لان انا ادي فاليو للاري عن طريق الاندكس؟ تعالى كده مع بعض. اول حاجه يا سيدي نفهم يعني ايه اندكس. بناء عن السايز اللي اديتهاله في الاري بتبدا معايا ان الاندكس من 0. يعني ايه اندكس من 0؟ خلي بالك ركز على كلمه 5 دي. فهتبدا اندكس 0 واندكس 1 واندكس 2 واندكس 3 و4 كمان. ثانيه، انت ازاي هنا مديها 5؟ انت مش مدي سايز اهو انت 5. يا سيدي طيب اهو بناء عن الاندكس بيمشي ترتيب 0 1 2 3 وهكذا، ليه لحد السايز ماينس 1. تمام. هنا لاحظت ايه؟ ان السايز 5 نقص من 1 4. تمام. يا رب اكون دي بطريقه بسيطه بس توضح يعني ايه اندكس. تعالوا كده ايه زي ما قلنا ناكسس عن طريق الاندكس. نمسح كده واجي اقول له ايه؟ اسم الاري اللي هي num اوف ايه؟ انا عايز اول عنصر يشيل قيمه 100 مثلا. اول عنصر اللي انا ازاي اوصل له؟ هل 1؟ لا، 0. خليك معايا، لسه قايلها من شويه. ماشي.
طيب بعد ما قلت له ان النم اوف 0 وقلت له ايكوال، هدي له ايه؟ الرقم، الفاليو اللي انا عايز اخزنها فيه. اقول له مثلا وليكن 100. و تاني عنصر، خلينا معلش نقلل العناصر شويه عشان ايه ما يكونش الموضوع مطول معانا. هقول له نم اوف 1 قيمه ب 200، نم اوف 2 والقيمه 300. حلو قوي كده. طيب انا عايز اشوف نتيجه الكود او البرنامج اللي انا كتبته ده. تعالى كده مثلا نطبع العنصر الاول من الاري. العنصر الاول مش اندكس واحد، انا قلت العنصر الاول. سي اوت نم اللي هو اسم الاري اوف ايه، انا عايز اطبع ايه؟ العنصر الاول اللي هو شايل قيمه 200، فهو شايل اندكس كام؟ واحد. تمام. طب العنصر الاول اللي هو شايل اندكس 0. ايوه. العنصر الثاني اللي هو شايل اندكس 1. هتعامل دلوقتي عن الاندكس. تمام تمام. بس تعالوا كده ايه نشوف نتيجه طباعه الكود ده. قال لي كام؟ 200. في الحاله دي انا وصلت او عملت اكسس للعنصر اللي متخزن في الاري اللي هو الاندكس بتاع واحد، شايف قيمة كام؟ 200. طيب لو غيرت الاندكس او عملت كده وعملت كده، غيرت الاندكس 0 و 2، تعالوا كده هيقول لي 100 200 300. بس ليه؟ لان انا عملتش باك سلاش ان. تعالى نعمل باك سلاش ان. باك سلاش ان ليه؟ تنزل لي سطر جديد. باك سلاش ان برضه. بلاش نعمل في الاخير لان كده مفيش حاجه بعدها. تعالوا كده نشوف اخر مره. قال لي 100 200 300. طيب حلو جميل جدا. طيب يا سيدي دلوقتي تخيل معايا ان عندي مثلا في الاري دي وليكن متخزن فيها 100 عنصر. تمام. هل انا منطقي ان انا اعمل كل شويه سي اوت على ان انا اطبع عنصر من الاري؟ سي اوت اطبع عنصر من الاري مش منطقي، هياخد مني وقت ومش بروفيشنال ان انا اعمل كده. طيب نرجع كده. نمسح الكلام ده كله. طيب ايه الطريقه المناسبه او ايه الطريقه الصحيحه عشان اطبع كل العناصر الموجوده في الاري؟ ايوه سمعتك، الفور لوب. طيب حلو قوي. اول حاجه نعمل جمله طباعه بسيطه كده تعرف ان دي العناصر. اقول له ذا كده ذا element in num array. تمام تمام. يدي باك سلاش ان وانهي السطر. تمام. ايه ده؟ سي ماشي. طيب جينا في حته ايه؟ الفور لوب. اول حاجه انا هعمل فور علشان تبدا تلف لي من اول عنصر في الاري لحد النهايه. تمام تمام. انا هوضحها لك برضو بطريقتين، سواء انت كنت عارف السايز او ما كنتش عارف السايز. تمام ماشي. طيب بعد ما كتبنا الفور هنبدا ايه؟ تعال نشوف بقى الستارت والكونديشن والانكريمنت او الديكريمنت. طيب الستارت عندي مثلا سميت متغير اسمه اي. تخيل معايا كده تفكير 10 ثواني. هل ابدا من واحد؟ لا. ليه؟ لانه هيبدا من الاندكس ده. همشي اي، ما خلينا بدل الاي دي نسميها اندكس علشان تبدا. هي اصلا اختصار الاي اصلا مستوحيه من اندكس، بس عشان ايه نعرف ان احنا بدانا الاندكس من كام. اكيد مش هبدا من واحد زي ما اتكلمنا او زي ما قلنا ان الاري بيبدا من اندكس 0. حلو قوي ماشي. نيجي عند الكونديشن.
الكونديشن بتاعي بيقول ان طول ما الاي اصغر من، هنا انا هوضح عن طريق ان انا عارف السايز. طيب السايز بتاع الاري كام؟ 3. هقول له طول ما الاي اصغر من 3 يعمل ايه؟ انكريمنت، زياده، يزود الاي بواحد. اندكس اندكس تمام. تمام. نيجي هنا في حته ايه؟ الطباعه. هطبع ازاي؟ اقول له سي اوت مثلا، اقول له جمله طباعه، ولا بلاش احنا كده كاتبينها فوق، واقول له النم اوف 0 لا 1 برضه لا. ليه؟ لان انا ثبتت القيمه كده، انا عايز حاجه متغيره. هو انت ما لاحظتش ان الاندكس ده هو اللي ماشي من ترتيب اول الاري لحد اخره؟ فبالتالي منطقيا نكتب اندكس، لان كل مره الاندكس بدات من 0. الكونديشن صحيح، طبعت مثلا، بعد كده زادت، عملت انكريمنت، زودت الاي، هكذا. ليه؟ لان طول ما الكونديشن او طول ما الاندكس طول ما هو اقل من 3 هيطبع العناصر، هيزيد رقم ويطبع العنصر المقابل ليه. هو كان في البدايه 0، هيطبع 100. الكونديشن صحيح، زاد 1 هيطبع 200. الكونديشن مازال صحيح، بقى 2 هيطبع ايه؟ 300. هيجي عند 3، هل الكونديشن مازال صحيح؟ لا، فهيخرج من اللوب. طيب نكتب ايه؟ الاندكس وسيمي كولون. تعالوا كده ايه شوف عملت ايدينا، ما عملناش سيمي باك سلاش ان. شباب حد يفكرني والله العظيم الباك سلاش ان دي. ماشي، هعمل ايه؟ باك سلاش ان. نيجي كده نشوف تاني، قال لي 100 200 300. جميل جدا، جميل، ده احنا كده عظمه قوي. تمام تمام. نمسح كده ايه الاوتبوت. ماشي، نيجي نمسح الكلام ده كله. تعالى ايه نديله كده ايه فاليو محترمه بسايز محترم. هو مثلا وليكن 6، وانا هديله القيمه في وقتها، يعني هعمل كده كيرلي براكت، اقول 10 20 30 40 50 60. تمام. انا اكني انا مش عارف الاندكس، انا مش عارف مثلا السايز وهكذا. انا اكني عايز اعمل لوب تلفلي على كل الفاليوز اللي موجوده داخل الاري، وانا مش عارف السايز بتاعها. تمام اهو، شلته لك خالص. تمام تمام. مع ان ذلك اصلا فيما بعد بيتحدد ان بناء على الفاليوز اللي انت اديتها له، هنا بتحط مكانه ايه 6 على عدد الفاليو اهو. لو لاحظت ان الليسته هنا بيجيب لك الفاليو، بس انا عايز اوضحها لك اهي. جاب لك ايه انت ما بين براكت 6، يعني هو عرف تلقائيا ان السايز بتاع الاري اللي اسمها نم شايل 6 قيم. تمام، بخلاف بقى الفاليوز ايه كان انواعها. تمام. تعالى نعمل لوب تلف لي برضو على عدد العناصر من غير ما احدد هنا السايز. انا هنا حددت السايز. تمام تمام ماشي. نيجي عند الكونديشن، هقول له ايه؟ هقول له طول ما الاندكس اصغر، في عندي فانكشن اسمها سايز اوف. الكلام ده قلته في فيديو الاري في لغه السي، ومازال موجود، وهشرح بنفس الكونسبت في السي بلس بلس. تعالوا كده ايه نغير الاندكس دي ونخليها هاي، لان انا حاسس ان انا الكود بقى كود بروفيشنال وانا متعودش على الحاجات دي. طيب غير هنا اي. طيب انا دلوقتي هجيب عدد عناصر الموجوده في الاري مثلا عن طريق ايه؟ الفانكشن اللي اسمها سايز اوف. هديها ايه؟ اسم ايه؟ هديها اسم ايه؟
الاري نيم اللي هو اسمه ايه نو. بس كده؟ لا اكيد مش بالسهوله دي. سايز اوف ماشي مقسوم على ايه؟ سايز اوف نم اوف زيرو مثلا. تعالوا كده ايه نشوف عمل ايدينا بعد كده نشرح. يا الهي جابها 10 20 30 40 لحد ايه 60. طب تعالوا كده ايه لازم نتست كود. هنضيف مثلا 80 بس كده علشان كومنت ماشي. نران تاني ضاف تلقائيا من غير ما احدد له السايز. تمام. تعالوا كده نشرح اللي عملناه. بس تعالوا كده ناخد الكلام ده بكوبي نكتب بس سايز ونخلي السايز دي ايه نتغير من نوع انت نسميه سايز ونديله ايه كل اللي احنا عملناه ده سيمي كولون. تمام. تعالوا كده ايه نعرف ازاي عملنا الكلام ده كله. ازاي نوصل لعناصر الاري من غير ما احدد او اعمل قيمة ثابتة زي ما قلناها التجربة اللي فاتت. بص يا سيدي السايز اوف دي مرت لها اسم الاري نيم. قال لي لحد الان هنا بتجيب لي مجموع عناصر الاري بالبايت. تمام. تمام. قسمتها على ايه؟ سايز اوف برضو نم اوف زيرو. تعالى كده برضو احكي لك التجربة اللي كانت انا كنت شارحها في الفيديو الاري السابق برضو في السي واللي كان بيوضح ان السايز اوف الاولى كانت بترجع لي اجمالي حجم الاري دي بالبايت. يعني تعالوا كده نعمل ايه كومنت للكلام ده كله. نيجي نعمل حاجة بسيطة جدا توضح ايه المفهوم اللي هنبدأ عليه الكونديشن. هاجي اعمل سي اوت هندى على اسم الفانكشن اللي اسمها سايز اوف همرر لها الاري نيم وشكرا على كده. تعالى كده ايه نشوف ايه اللي هيحصل. رجع لي 32. ايه ده 32 ايه ده؟ ازاي 32؟ خليك معايا افتكر معايا كلمة 32. طيب لان رجعت لي 32. رحت اقسمها ايه على سايز اوف كمان نم اوف اندكس 0. ايه اللي انا عملته ده؟ تعال اشرح لك. زي ما اتكلمنا او زي ما قلنا ان رجع من اول حاجه 32 حجمها ايه بالبايت ما علينا من حجمها. قمت اقسمها على اندكس اوف 0 اللي هي كام؟ حد يقول لي 10؟ لا هيقول لي حجمها بالبايت. ما هي سايز اوف بتجيب الحجم بالبايت. طيب حجم البايت هنا كام؟ 4. لما جيت عملت الحسبة البسيطة دي طلعت معايا بالشكل ده. طيب هتطلع معايا بايه؟ 8 اللي هي ايه؟ عدد عناصر الاري 1 2 3 4 5 6 7 8. تعالى كده نشوف. ظهر معايا ايه كل العناصر الموجودة في الاري. كلام جميل. طيب لو زودت والله لا نجح. لو زودت عنصر مثلا قلت له ايه
50. هنا زادت كام؟ 4. هي كام؟ التسعة. تمام. فهي نفس العملية واحدة. تعال كده نرن هنشوف ظهرت معايا ال50 ولا لأ. اهي ظهرت معايا تلقائيا من غير ما احدد سايز، من غير ما احدد مثلا سايز الاري دي ثبتها مثلا برقم معين بس. وهكذا ايه. خلصنا التاسك البسيط يعني اللي يوضح ايه ازاي اكسس على عناصر، وازاي اطبعهم عن طريق رقم او السايز الثابت، وعن طريق الفانكشن اللي اسمها سايز اوف. تمام. نيجي ممكن نعمل تاسك بسيط جدا. عندي مثلا درجات ايه 5 عناصر. اديت سايز مثلا النم 5 عناصر. اديت للنم دي سايز 5. تمام. اديها 5 عناصر برضو زي كده. طيب انا عايز الكلام ده كله في متغير اسمه sum. عايز اجمع مجموع العناصر دي في متغير اسمها sum. فعملت متغير جديد اسمه sum واديته by default value 0، انه كده كده مش هيأثر على اي قيمة من لو جمعتها من عناصر الاري. طيب زي ما قلنا علشان نوصل لعدد العناصر كلها في الاري فلازم نعمل فور لوب. تمام. جيت قلت ان الاي equal index اديت طيب int ان الاي بتبدأ من 0 طول ما الاي اصغر من 5 يزود لي الاي 1. تمام. بعد ما تزودها 1 بقى انت كده كده هتلف ايه على العناصر كلها. هتعمل ايه؟ هقول والله ان السم بلس ايكوال طبعا لازم نطبع. والله ما نطبع. هنطبع ازاي؟ لوب النم اوف ايه الاي. يعني تعالوا نمشي البروسيس واحده واحده. الاي كان بكام في البدايه؟ بزيرو، اللي هو الاندكس ايه 0، اللي هو شايل قيمه كام 10. خزنها لي. هل بعد ما اكتشف يعني ان الكونديشن صحيح وكل حاجه هيخزنها لي في متغير ايه اللي هو اسمه sum. تمام. زاد بواحد. دلوقتي الاي بواحد اللي هو شايل قيمه 20. كونديشن صحيح حطها لي في sum. وهكذا لحد ما يوصل ل ان الاي اقل من 5 اللي هي الاربعة اللي هو شايل قيمه 50. شايل قيمه 50 والكونديشن تمام حطها لي في السم. بعد كده هيخرج. يعني بمعنى اصح ان قيمه السم دلوقتي شايله مجموع او توتال فاليو في الاري. تمام. تعالى ايه نخرج من اللوب ونرفع السم. هاجي اقول له ايه توتال is. دلوقتي كده هنده على ايه على السم اللي هو شايله ايه كل مجموع عناصر الاري. تعالى كده ايه قال لي التوتال 150. والله صحيح ان التوتال 150. طيب ده تاسك لو جاب لك مثلا درجات طلاب وقال لك يجمعهم لي. تمام. احنا ممكن نجيب برضو ايه والله مش احتمال كبير ان احنا نغير كده ايه نعمل ايه اف جي اختصار افريج انده على فايل اسمه افريج كمان انده عليه. طيب هنا هستغله ازاي؟ هستغل مثلا ان في نفس التاسك برضو هقول له ايه والله انا عايز متوسط درجات الطلاب. فمتوسط درجات الطلاب عامة تبقى مجموعهم على عددهم اللي هم كام 1 2 3 4 5. حلو. هو هنا جايب عددهم اللي هو توتال 150 على الخمسة عددهم. بس تعالوا كده ايه نلعب في القيم شوية عشان تكون منطقية. مثلا اول درجة جايب 80، تاني درجة جايب 60، تالت درجة جايب 70 وهكذا
في باقي الدرجات. تمام. تعالوا كده ايه، قال لي الافريج از 76. متوسط درجة الطالب ده في الدرجات عامة 76، هو مجموع درجات الطلاب او مجموع درجة الطالب على عدد المواد مثلا. بس وكده خلصنا الفيديو ان شاء الله، واتمنى انك انت تكون فهمت، وبرضه اتمنى انك انت تطبق واحد مرة واثنين وثلاثة وتجيب امثلة كتير علشان المعلومة تثبت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.